يسعد اوقاتكم متابعيني، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وتكون صحتكم بخير واموركم كلها تكون بالف خير ان شاء الله. اليوم حنعمل مع بعضنا شعبيات بالقشطه، شعبيات مقرمشه من برا وطريه ولذيذه ومليانه قشطه من جوا. وصفه بمنتهى السهوله ومنتهى الطيابه واللذه ومنتهى السرعه. حنستعمل فيها عجينه من نوع من انواع العجائن الجاهزه، يعني ما حنعجن وما حنرق وما حنلبك حالنا بلبكه العجين، والنتيجه راح تكون أروع وأطيب 100 مرة من العجائن اللي بنعجنها بالبيت وبنحضرها. عنا عجينة الزبدة الجاهزة، أي نوع من عجائن الزبدة، عجينة الكرواسون، عجينة البوف باستري، أي نوع من مكتوب عليها بيكون عجينة الزبدة. هون بالسويد اسمها سماردك. أنا جبت هاي المقطعة، في مقطع قطع صغيرة، في بتيجي رولات أنتم بتقطعوها. المهم أي نوع من عجائن الزبدة وقطعوها انتم بالطريقه اللي بتناسبكم. اذا في من هاي المقطعه بيكون كتير منيح بتريحكم، ما في انتم قصقصوها وقطعوها زي ما بدكم بالحجم اللي بدكم اياه وبالشكل اللي بدكم اياه. رح نستعمل العجينه هي تكون نص دايبه ما كتير دايبه، والقشطه انا محضرتها قبل بيوم، لازم تكون بارده وسميكه وجامده، ما بصير تكون رخوه مشان ما تطلع معنا من الشعبيه وتبهدل لنا الدنيا. فاعملوها قبل بوقت. لينك القشطه هاي اللي انا بستعملها بحلويات اللي بتشهي راح اترك لكم اياه باخر الفيديو، انا منزلته على القناه. هاي القشطه ممتازه جدا للحلويات، شوفوا قد ايه متماسكه، كتير متماسكه وكتير طيبه، ولازم تكون متماسكه وبارده منشان ما تطلع معنا عند الخبز، تطلع من الشعبيه. عجينه الزبده اللي عم نستعملها ما تكون جامده كتير يعني مفرزه، ولا تكون رخوه كتير وطريه ودايبه لانها حتعذبنا وتصير تاخذ وتعطي معنا. شوفوا هي واحنا عم نشتغل فيها هي حتدوب لانه كلها زبده من جوا، يعني مثل عجينة أي عجينة باف باستري أو عجينة كرواسون مليانة زبدة، هي عجينة الزبدة. فراح نضغطها هيك منيح ونتأكد إنه تسكرت كتير منيح مشان ما تطلع معنا القشطة وقت الخبز. يعني أكثر من مرة بنعيد وبنرك على التسكيرة وبنصفهم بالصينية. بنعمل قطع قد ما بدنا، أنا راح أحضر 6 قطع اليوم، راح أكمل كل القطع اللي عندي بنفس الطريقة، أحشيهن وأسكرهم بنفس الطريقة. هلا بعد ما خلصت القطعة اللي عندي برجع بتأكد مرة تانية إنه الأطراف عندي الحواف تسكرت منيح، وفينا نعمل هاي الخطوة. أنا بالمقص راح أقص هاي الزوايد، ما بدي يتقرمشوا هدلون ينحرقوا معي، وبنفس الوقت بحصل على شكل مستوي وظابط. فهاي الزوايد اللي رققتها منيح بشيلها، بس أنا تأكدت إنه الحبة عندي سكرت منيح مشان ما تفتح معي. هلا بعد ما قصقصت كل الحبات وجهزتهم، الخطوة الأهم هي السمنة. راح نغرقهم بالسمنة، السمنة الحيوانية الطيبة، وكل ما كترنا سمنة كل ما كان أطيب. نوع السمنة تكون أطيب بتكون الشعبية أطيب. وعلى الفرن على درجة حرارة 200 على الرف اللي بالنص، 200 على الرف اللي بالنص من فوق ومن تحت، وهن سخنين بس طلعوا راح نسقيهم فورا. القطر عندي على طول جاهز بالبراد، قطر تقيل وبارد، بنسقيهم بالقطر وبعدين بنصفهم بالصحن، بنرش عليها رشة الفستق وبناكلهم سخنين باردين زي ما بنحب. شوفوا القرمش، ما فيك تسمعوا الصوت بس شوفوا بنبين معكم بالشوكة وانا عم بخبط. مقرمشة والنكهة بتجنن، لأنه عجائن الزبدة اللي بتيجي الزبدة اللي فيها بتكون مارجرين، يعني زبدة نباتية ما بيكون نكهتها قوية. فنحن بنسقي حبة الشعبية بالسمنة البقرة الحلوب أو بالسمنة العربية، بتعطينا نكهة بتجنن. الصحن عم برجع لورا قدم، شوفوا لي الحبة، شوفوا اللذاذة، شوفوا القشطة قد ايه متماسكة، وطبعا قشطة كتير طيب. إن شاء الله بتجربوها على طريقتي، الرابط بآخر فيديو حتلاقوه وبتعجبكم، وبتسووا هاي الشعبيات وما عاد تغيروا هاي الوصفة أبدا. كل يوم رح تصيروا تعملوا. حطوا العجينة عندكم بالفريزر والقشطة بالفريزر، شوي شوي طلعوا بالبراد، واعملوا شعبيات واستمتعوا بالطعم الطيبة كل يوم. إن شاء الله بتكون الوصفة عجبتكم، وانتظروني فيديوهات جديدة وتضلوا بخير. سلام.